الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة. فضيلة الشيخ أثابكم الله، سائل يقول: ما حكم رفع السلعة بسبب رفع العملة واختلاف الصرف؟ الواجب العدل في هذا الباب، الواجب العدل في هذا الباب. فما كان شراؤه في زمن الصرف المنخفض يبقى على سعره، وما كان بالسعر الجديد يبقى بالسعر الجديد، وهذا من الأمانة، وينبغي أن يفعل الإنسان مثل هذا. وأذكر أحد الآباء رجلا صالحا كان إذا اختلف الصرف يبيع نفس السلعة بالصرف القديم ونفس السلعة بالصرف الجديد، فيدخل إليه بعض الناس يشوفون هذا بالسعر وهذا بالسعر، يقولوا: ما الفرق بين هذا وهذا؟ يقول: ما في فرق، هي نفس البضاعة، ولكن هذا اشتريته قبل ما يزيد الصرف وهذا اشتريته بعد ما يزيد الصرف. فيقولون له: أنت مجنون، كل الناس سيشتروا من الذي الأرخص الذي كان قبل الصرف. قال: خلهم يأخذون، بعد أن ينتهي سيشترون مني الذي بالسعر الجديد. فهذا الفعل منه جعل الناس يثقون بأمانته ويرغبون بالشراء منه دون السؤال، لما رأوا من شدة أمانته وحرصه على أن يبيع الشيء بحسب ما اشتراه. فلو أن الناس كلهم عاملوا الناس بهذا، وهي السماحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أخذ، سمحا إذا أعطى، فإن هذا هو خلق أهل الإسلام. فالذي ينبغي لمن كان معه متجر أن لا يزيد في السلعة ومشترى السلعة بالسعر القديم، بل يجعل السلعة بالسعر القديم حتى ولو زادت، ما دام اشتراه بالسعر القديم. وإذا دخلت هذه السلعة نفسها بالسعر الجديد يحط بالسعر الجديد، فيكون السلعة عنده بالسعر القديم وبالسعر الجديد. لما تنتهي البضاعة بالسعر القديم سيأخذ الناس الذي بالسعر الجديد، لكن أنت بهذا ضربت مثلا عمليا في الرفق والسماحة والأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ليس أنك تسابق السوق، السوق زاد وأنت البضاعة الذي عندك نفس البضاعة الأولى تزيد عليها، فمثل هذا خطأ، والله المستعان.